اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست هري بس. البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجة بيشوفوها. اوقات بنتفق، بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في اول حلقة من سيزن 2. ازيك يا عبد، ايه الاخبار؟ اخيرا رجعنا يا زيزو. اخيرا رجعنا والله. بقالي كتير ما سجلتش ووحشني البودكاست جدا ووحشني الناس وانت وحشتني. وبس ورجعنا اخيرا اهو. الاجازة طولت قوي، يعني اطول من معلش، اجازة الصيف بتاعت المدارس. بنعتذر على التأخير يا جماعة، ما كانش مقصود والله، بس في ظروف انتوا عارفين انا وعبد كل واحد في بلد ويعني كل واحد عنده حياته وكنا برضو بنحضر افكار جديدة وبنسجل وكل الكلام ده، فاخدنا وقت اكتر من المتوقع، بس ادينا رجعنا اهو خلاص. عندنا افكار جامدة قوي. ولا ايه؟ السيزون ده فيه حاجات احلى المفروض يعني. اتعلمنا من غلطاتنا. السيزون اللي فات كانت اول مرة نجرب وكده، فان شاء الله نوعدكم السيزون ده يبقى احسن يعني. انا انت بس عندي طلب من الناس، بس يعني هو زيزو كنا بنتخانق قبل الحلقة كده على الطلب ده، بس يلا انا هطلبه. يعني احنا مش من الناس بقى اللي هنقعد نشحت ونقول لكم لايك وشير وسبسكرايب والشغل الرخيص ده، بس لو انتوا فعلا البودكاست بس احنا بيعجبكم محتاجين. لا بجد والله، لا يعني لو انتوا بيعجبكم البودكاست قولوا لاصحابكم بس، يعني عارف، قولوا لاصحابكم غير شير، عارف ايه هي كلمة اشيك شوية. اه يعني ايه يعني قولوا للناس ان في بودكاست اسمه هري بس وكده. احنا لسه عشان الفيوز مش ضخمة، فمش بنطلع اورجانيكلي للناس في السيرشز وكده. فلو انت او انتي من جمهور البودكاست يعني بتسمعوه، لان في ناس كتير بتبعت لنا الحاجات دي يعني انا على عارف انها مزعجة لما الناس بتطلبها، بس هي فعلا بتفيد يعني. لما الناس بتعمل شير ولايك وسبسكرايب والكلام ده كله فعلا بتفيد يعني وبتفرق. بس من طيب. غير بقى اطول مقدمة اكتر من كده، خلينا نخش في اول حلقة. يلا بينا. يلا بينا. بص، الموضوع ده احنا مأجلينه بيتهيألي من سيزون 1، واحنا عمالين نقول هنتكلم عليه، لا اه نخليه يعني بقالك كتير انت عايز موضوع. تتكلم في الموضوع ده. انت دايما نصير الغلابة، بتحب الاندر دوجز انت. قصص الكفاح بقى، عارف، الناس اللي تعبت واتظلمت واتهرت يعني. الناس اللي اتفرمت فعلا. طب يا جماعة احنا الجنود النهاردة الجنود المجهولين. الجنود المجهولين بقى، الناس اللي هي بتنجح العمل زي ما الناس بتقول، وفي نفس الوقت مش بيتحس بيهم خالص. صح آه. يعني ممكن، بس يعني ما تحسش بوجوده، بس لو اتشال هتحس ان في حاجة ناقصة يعني. اه طب يا كفايه جماعة احنا سسبنس بقى. النهاردة هنتكلم عن البطل التاني او السنيد او فاهم، البطل المساعد. عندنا صاحب البطل بقى او صاحبة البطل. بالظبط. عندنا أمثلة بالهبل، والموضوع ده بادئ من أول ما اخترعوا الأفلام والمسلسلات يعني على مر التاريخ، عندنا من منذ زمان. فجر التاريخ فعلا. أيوة اسم الله عليك. طب قول لنا كده، مين الأسامي اللي تيجي في مخك لما نقول البطل التاني؟ لا بص، هو يعني السينما المصرية يعني تاريخ، يعني فاهم طبعا من وقت بقى علي الكسار وكده. اسماعيل ياسين نفسه كان بادي كصاحب البطل، كان هو مم. صاحب علي الكسار. وبعدين بعد كده بقى لما ابتدى بقى يعمل سلسلة الأفلام بتاعته، الطيران، في الجيش، في الحربية، في البحرية، في في كل أي حتة. الكلام ده. فكان طالع معاه، يعني كان طالع في ناس بقى بتطلع ثابته كده. يعني مثلا عندك رياض الأصابجي اللي هو الشاويش عطيه. في ناس انا اصلا في ناس أنا ما ما تعرفش أعرفش ان إن هو اسمه كده أصلا. أنا عارف إن هو بالظبط. الشاويش عطية. هو الشاويش عطيه معروف بشنبه بتاع. في زينات صدقي، عبد المنعم ابراهيم، عبد الفتاح الأسري. يعني في ناس كده كانت ثوابت. السلام النابلسي كان دايما صاحب عبد الحليم في كل اه الافلام تقريبا. وزي بالظبط. ما انت قلت في ناس فعلا ما تبقاش عارف اسمها الحقيقي من كتر ما هم طلعوا في شخصية واحدة او اتشهروا بشخصية واحدة، زي حاليا لو زي هنقارن بقى هجرس. بدلوقتي. بالظبط. في الكبير مش ناس كتير تعرف ان اسمه محمد سلام يعني، اللي هو هجرس. اه من اعظم الادوار التانية في التاريخ يعني. اه
والناس دي يعني في ناس كانت تخصص، في ناس ما بتعملش غير هو دور واحد وبيطلع في اليونيفرس بقى، مثلا بتاع اسماعيل ياسين شاويش عطية ده كان ثابت بيطلع في الدور ده. في مثلا واحدة تلاقيها بتعمل دور دادة في كل الأفلام، أو واحدة بتعمل دور خلاص مم. هو كده يعني. كان في برضو اللي كان بيطلع في دور أب مثلا، دايما في برضو تلاقيهم 3-4 كده وبيلفوا على الأفلام يعني. ايوه صح صح، دي حقيقة فعلا. هو بيتقنوا الدور جدا والناس بقى بتستسهل، فدايما لو في دور اب على طول اروح اجيب الشخص ده من غير ما افكر يعني. بالظبط. والموضوع طبعا بقى فضل مكمل خمسينات ستينات تمانينات كده لحد بقى الجيل بقى بتاعنا. يعني بيتهيالي اشهر حد واحنا صغيرين كان الله يرحمه حسن حسني. اه الله آه، يرحمه. كان يعني ده كان يمكن بيسموه تميمة الحظ. كان اي حد عايز يعمل حاجة وينجح كان بيجيب حسن حسني معاه في الفيلم يعني. بالظبط. يعني كان يمكن طبعا كان ليه منافسين، بس هو اكتر حد يعني ككوميدي هو موجود وثابت، ودايما بيطلع ليه دور. يعني مثلا في افلام مثلا احمد حلمي لسه بطل تاني، لما كان مثلا احمد السقا لسه بطل تاني، وهكذا. بس لازم هتلاقي في الافلام دي كلها هتلاقي حسن حسني موجود. مم. صح. ف جت فترة بقى يعني حسن حسني قعد سنين كتير قوي، بس جت فترة بقى من الفترات كان معاه لطفي لبيب. تفتكروا يعني لطفي لبيب كان في صاحبه لما كان بابا ريهام عبد الغفور اللي هو عنده مزرعة النعام ولا كان. ويبقى مم. موجود في كل الافلام وفي هو كل حاليا الحاجات. الايكويفالنت بتاعهم حاليا هو بيومي فؤاد. دكتور هم ربيع. هو ده يعني ده لطفي ابتدى برضه لبيب. بدور ثابت، ده اه ابتدى بدور ثابت برضه. كان بالظبط الدكتور ابتدى ربيع، دكتور ربيع. الناس بتقول لك انا عايز اتفرج على الدكتور ربيع، لحد ما ابتدينا صح نعرف بقى ان اسمه بيومي فؤاد. صح فعلا، كانت برضو الناس بتعرفه باسم الدكتور ربيع، كان تقريبا ما بيعملش غير الدور ده لفترة معينة لحد ما ابتدى بقى يجيبوه في بقية الأعمال يعني المبدأ ده موجود من زمان وبيتطور بقى مع الزمن يعني. طب هو ده. حاليا بقى قول. لا يعني انا كنت هضيف على اللي احنا قلناه ان برضه كان في ناس تانية غير حسن حسني في الوقت ده. كان مثلا طلعت زكريا، صلاح عبد الله، ده مثلا في الرجاله. في الستات مثلا رجاء الجداوي، انعام سالوسة. الناس دي برضه كانت تحس ان هو ايه، زي مقرر علينا. كريمه مختار كانت دايما لازم تطلع ماما نونا يعني دي لا ما فيهاش كلام دي. بالظبط. فالناس دي يعني كانت مينلي اكتر حاجه تميزها ان هي بتعمل يا اما افلام كتير قوي يا اما مسلسلات كتير قوي، لدرجه ان انت ممكن مثلا لو رمضان مثلا فيه 20-30 مسلسل، ممكن تلاقيه مثلا طالع في 10 مثلا. ما هو اصله بيطلع يعمل نفس الدور في كل حاجه بالظبط. والبروفايل ده انت لو خدت بالك من كل الاسامي اللي انت قلتها تقريبا هي ناس كبيره في السن، فهو دايما في دور الاب، دور الجد، دور كده فاهم حاجه كده يعني. فبيبقى دور مم. خفيف ومفيش منافسه كتيره في الفئه دي، يعني مفيش وجوه كتيره بتعمل الحاجات دي. فهو الاختيارات محدوده، يا هجيب مثلا لو عايز حد كبير مثلا يا هجيب بيومي فؤاد، يا هجيب لطفي لبيب، يا حسن حسني. فواحد ربنا يرحمه، واحد اعتزل تعبان ربنا يشفيه، وواحد ربنا يكرمه شغال زي الفل. فمفيش اختيارات كتير. لو اخد بالك بقى دلوقتي بقى في واحد اسمه محسن محي الدين، ده كان موجود زمان برضو ايام يوسف شاهين وبتاع. طبعا. هو حاليا بقى برضو بقى بيعمل شوية ادوار اللي هو الاب الكبير في السن ده. بس هل بقى في مواصفات معينة للبطل التاني؟ يعني انت من كلامك انا حسيت ان هم دايما ناس كبيرة في السن، فهل ده لا رول لا لا يعني؟ مش شرط. لا، ما احنا لسه قايلين على سلام، محمد سلام، هجرس او هدرس على حسب بقى تنطقها ازاي. احمد فتحي، محمد ثروت. انا ليه هقول عليه بطل تاني؟ ايه الفرق ما بين البطل التاني والفرق ما بينه وما بين الكومبارس؟ ايه الفرق تعريفك ان للبطل التاني؟ هو البطل بالنسبه لي بيبقى الشخصيه المحوريه اللي القصه اساسا قايمه عليها. هو مثلا بيحب حد كده. البطل التاني ده عاده بيبقى صاحب البطل، ابوه، امه، شخصيه اساسيه طالعه معاه، بتطلع بنسبه كبيره، بس مش هو البطل، مش هو اللي بتقوم عليه القصه، مش هو اللي القصه بتتحكي من المنظور بتاعه. بس في نفس الوقت ما تقدرش تشيله، لو شيلته الاستراكشر بتاع القصه نفسها ينهار، او صح هتبقى خلاص ما لهاش صح. معنى يعني. فمثلا انت لو يعني شلت تخيل مثلا يعني شلت خالد صالح من تيتو مثلا. بالظبط. يعني ما بالظبط. ينفعش ما يعني اقدرش يعني ما اقدرش اقول هو عليه بطولة البطل. السقا، لا طبعا هو بطولة السقا طبعا، بس تقدر تشيل خالد صالح من تيتو؟ تقدر تشيل خالد ما صالح ينفعش. من ملاكي اسكندرية؟ لا.
يعني يعني استحالة. الله يرحمه خالد صالح كان من احسن واعظم الابطال التانيين اللي جم، وفي نهاياته كان بقى بطل اوحد، عمل حاجاته بقى، عمل هي فوضى، عمل مسلسل اسمه 9 جامعة الدول، عمل مسلسل اسمه تاجر السعادة، المسلسل بتاع فرعون، عمل بقى حاجات كتير لوحده يعني. بس كان لفترة كبيرة قوي هو البطل التاني، وبطل تاني كان في معظم الأوقات بيغطي على البطل أصلا. إمم. طب هل البطل التاني عمومًا مفروض يبقى ليه تأثير، أو هل بيبقى ليه تأثير بقى على الأعمال دي يعني؟ طبعا لازم يعني أنا شايف إن زي ما أنت قلت بالظبط، البطل التاني ده لو اتشال العمل ينهار. يعني ده إمم. الفرق ما بينه وما بين بقى بقية الشخصيات أو الكومبارسات أو whatever. يعني التانيين بيعملوا جو، بيعملوا إضافة، بس لو اتشالوا لسه هيبقى فيه structure، لسه هيبقى فيه منظر للفيلم، فاهم؟ هتفهم لسه القصة. بس أنا قصدي إن يعني أنا يمكن عشان فكّرت في إجابة السؤال ده، في ناس بتبقى دمّها تقيل شوية، يعني بطل تاني مش لذيذ أوي، مش شادّك أوي لكده، عكس أبطال تانيين بيبقى البطل نَفْسه أنت أصلًا ممكن أنت بتتفرّج على الفيلم ده أو المسلسل ده عشان البطل التاني أكتر يعني من انا عشان زي ما انا كنت بقول، انا كنت بشوف حاجات مخصوص عشان خالد صالح، انا كنت بحب خالد صالح إمم. جدا. فانا يعني كنت بتفرج على اعمال مخصوص لو خالد صالح فيها، حتى لو هو مش البطل. أنا أه دلوقتي مثلًا باسم سمرة من الناس مثلا أنت طبعا. عارف، أنت عارف أنا باحبه قد طبعا إيه يعني. طبعا يعني طبعا. ده من الحاجات طبعًا لازم يبقى البطل والقصة والمخرج وكده كويسين أكيد، مش هاشوف له أي حاجة، بس مم. ده من الناس اللي لو بيعمل في حاجة لأ، مم. هاستناها مم. وهاتفرج عليها، يعني لأن هو هو في مش رمضان، بيختار أي حاجة. اللي فات كان هو في مسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان. وكان كل الكلام، انا ما شفتش المسلسل يعني، بس كان كل الكلام على مدار رمضان عن باسم سمرة ودور باسم سمرة. ما كانش حد قوي بالضبط، بيجيب سيرة مصطفى شعبان يعني. ومصطفى بالضبط. شعبان شخصيا كان بطل تاني لفترة طويلة يعني. هنرجع برضو لمافيا، هو كان بطل تاني مع السقا، وكان منه الجو برضه. آه. كل اللي بيطلعوا مع السقا بياكلوا منه الجو، حتى خالد النبوي في الديلر خد كل منه الجو برضه. بس يعني هي برضو الديبيت ده دخلنا فيه قبل كده، هو يعني السقا بيختار كل الكاست اللي شغال معاه بعناية يعني، فعشان م. كده بيطلع لك ناس كويسة، مش هو بيختار اي بيهتم حد معدي بالعمل بالسلام يعني. ككل، مش بيهتم ان هو يلمع نفسه وخلاص زي بقية الناس يعني، ودي حاجة تحسب له اه طبعا. بس اه نرجع لقصتنا يعني. طيب انت شايف ان هما يعني البطل التاني ده، زي ما كنت انت بتقول زمان، في واحد دايما بيعمل دور الاب، واحد دايما بيعمل دور الام مثلا كده. شايف هما مكررين حاليا بقى في الزمن اللي احنا فيه، ولا شايف ان الابطال التانيين دول بيتنوعوا؟ لا طبعا في ناس مكررة، يعني محمد ثروت مثلا من الناس اللي دايما بيضحك نفس الضحكة، بيعمل نفس مم. طريقة الكوميديا بتاعت ان هو مقزز كده شوية او متحرش او ليه بصات اه او حاجات معينة الناس بتحبه عشانها. بيومي فؤاد نفسه في وقت معين كان ليه طريقة ثابتة في الهزار، الرقصة اللي هي بتاعت المروحة اللي بيرقصها دي. بتاعت ابو تريكة دي. آه. ففي ناس كده، وفي ناس كمان ساعات بتستك، يعني مثلًا فتحي عبد الوهاب من الممثلين الموهوبين جدًا، من أقوى الممثلين اللي موجودين، بس كنا مم. اتكلمنا حتى في حلقة قديمة قبل كده إن هو مرة من المرات عمل الدور فرقع جدًا، ففضل stuck مم. كذا سنة دور بيعمل السايكو نفس الدور. دوت. اه أنا خلاص أنا هاكرر نفس الدور وكده. فللأسف صح. دي مش دايمًا بتبقى حاجة حلوة، يعني مم. معاك إن هي بيبقى حل ساعات كويس للمؤلف أو للمخرج إن هو خلاص هو بيكتب مثلًا فيلم فعارف أنا هاحط بيومي هنا، عارف أنا اه هاحط ثروت هنا، خلاص هو دي بتسهّل له، لإن هو مش لسه هيقعد يفكّر في character جديدة بأبعاد بكده. بس بالنسبة للممثل نفسه لأ، مش بتدّي له ثراء يعني، مش بيسيب قيمة كبيرة إن هو قاعد عمّال بيكرّر نفسه، بس هو يعني زي ما انت قلت، الكاتب بيستسهل والممثل برضه بيستسهل، لان هو بيخاف يرفض، فيرجعوا يقولوا ده بيتأمر وبيرفض ويبطلوا يعرضوا عليه، فهو بيقول اشتغل احسن من ما فيش. يعني هو ممكن يبقى الممثل عايز ينوع وعايز يغير، بس هو ده اللي بيتعرض عليه، فهيعمل ايه بقى؟ مش هيشتغل. اضافة يعني على الناس اللي بتكرر نفسها، انا بالنسبة لي رضا الخولي ده، سوري رضا الخولي ده اسمه ايه؟ رياض الخولي. رياض الخولي.
رياض مم. الخولي ده انا كل ما بشوف له اي مسلسل او حاجه دايما صعيدي. دايما ماسك الشومه ولابس العمه والجلابيه، وهو بقى متقن جدا للهجه الصعيدي من كتر ما لعب الادوار دي. وزي ما انت بتقول انا دلوقتي بكتب مسلسل وعندي دور واحد صعيدي، اول حاجه هتيجي في مخي رياض الخولي، ده اسهل حاجه. لو اه بقى رفض ساعتها بقى ابتدي ادور بقى، بس لو ما رفضش تمام. بس عندك بالظبط. بقى ناس بتنوع، يعني زي ما انت قلت برضو، نرجع للي انت قلته، باسم السمرة انا بشوف ان هو مم. بينوع. يعني باسم هو السمرة بياخدك مثلا من في النقيض للنقيض. في منورة بأهلها مثلا شوف كان عامل ازاي. باسم السمرة في عمارة يعقوبيان شوف كان عامل ازاي، في منعطف خطر، في ايه لا، تاني وهو يعني. وهو استاذ، هو استاذ، انا بحس والله العظيم، بحس ان هو استاذ في الكوميدي يعمل لك عظيم شخصيه. كمان يعني انا. بس انا هعمل لك شخصيه، والفيلم اللي وراه او المسلسل اللي بعده على طول هعمل لك العكس، انا هعمل لك دور مم. واحد شاذ جنسيا، وبعدين هعمل لك دور شيخ، فاهم؟ مم. ومثلا منوره الاهلها كان طالع وبعدين في دور وبعدين يقوم عامل دور سايكو كوميدي جدا. مع هنيدي. مثلا فاهم. وبعدين هعمل لك دور سايكو جدا في منوره باهلها، وبعدين هعمل دور اب، مم. يعني فاهم. لا يعني فظيع فظيع، يعني بحس ان هو واخد الموضوع تحدي مع نفسه. فلا ده خالد الصاوي مثال. برضو على فكرة، خالد الصاوي بينوع برضو. يعني اللي يشوفه وهو ملبوس في الفيل الأزرق غير في عمارة يعقوبيان، غير لما بيعمل حاجات كوميدي مثلا مع أحمد حلمي لما كان دكتور نفساني في كده رضا. يعني برضو بالظبط. خالد الصاوي من الناس اللي بتعرف تنوع ويغير ويعمل كوميدي وتراجيدي وسايكو. بحس ان برضو يعني عندنا ناس بتعرف تنوع. بس زي ما انت قلت عندنا ناس كتير بتستسهل، او هو يمكن دي امكانياتهم يعني، ما اعرفش الصراحة. بس مم. عندنا ناس برضو ثابته يعني. طب احنا ما جبناش سيره الستات خالص، مش عايزين الناس تقول علينا ذكوريين. لا والله، لا، هو في ناس كتير، يعني لو هتتكلم مثلا الجيل الجديد، انا بشوف ان في ناس اللي هي اوقات بتطلع بطل تاني، اوقات بتطلع بطلة. مثلا حنان مطاوع من الناس التقيلة مم. جدا اللي, مم. اللي موجودة في الكوميدي. مثلا عندك ميرنا جميل، دي ناهد السباعي بتاعت اللعبه، ميرنا جميل بتاعت اللعبه، صح. بتاعت اللعبة، وبتاعت البيت اه بيتي، اه. وبتاعت يعني من الوجوه ايوه اللي ايوه. هي الثابتة في الكوميدي لو يعني عايزين يعني يعملوا كوميدي، لا ما هو الكوميدي في الستات مش كتير برضو، الاوبشنز مش كتيره. حاليا بقى في رحمه احمد برضو بتاعت الكبير، بس الناس قلبت عليها جامد قوي اخر فتره في اخر جزء. وفي الفيلم بتاع شيكو اللي نزل في العيد برضو الناس ما حبوهاش. مم. ففي الكوميدي مفيش اوبشنز كتير. بس زي ما انت قلت برضو نهاية السباعي، صح، نهاية السباعي فعلا. وفي بقى الستات الكبار بقى، يعني سوسن بدر، سلوى محمد علي، زي ما انت قلت في الاول انعام سالوسة ورجاء الجداوي. دول برضو على طول بيعملوا دور الام، دور الحما، دور الادوار اللي هي ناس كبيرة في السن يعني. طب يعني سؤال بقى، بما انك بتحب باسم السمرة قوي ومؤمن بيه قوي وشايفه احسن ممثل في الكوكب، ليه واحد زي باسم السمرة ما يبقاش بطل اول؟ ايه الفرق يعني ليه في ناس دايما بتجيت ستاك كده او بيفضلوا يعملوا دور تاني طول عمرهم، مع انه هو شاطر جدا وممكن يبقى احسن من البطل نفسه؟ ليه ما بيبقاش بطل اول بقى؟ ليه يعني؟ بمنتهى البساطة، بص، هو كل يعني هحاول ألبس الهات بتاعت الراجل الناقد اللي بيتكلم. انت دلوقتي عندك كل سينما ليها خصائص معينة، يعني السينما الأمريكاني ليها طبيعة معينة، السينما مم. الأوروبي مختلفة شوية، الهندي، وكل حاجة ليها خصائص معينة تميزها. السينما المصري عموما هي بتنحصر في أنواع أو جانرز معينة، تمام، وهي ثابتة. يعني نادرا ما بنطلع بره، يعني ما زي ما بيقولوا بنطلع اوت اوف ذا بوكس، فاهم؟ هو عاده اه. القالب واحد. فانت يا اما مثلا عندك رومانسي، يا اما عندك كوميدي، يا اما عندك اكشن كده. وطبيعي قليل قوي لما تلاقي البطل شكله مش حلو مثلا، مم. ان مم. هو ملامحه حادة شوية، او شكله ممكن يكون مخيف، مم. مش جان من الاخر زي ما بيقولوا يعني مم. دي من مم. النوادر. ولما ده بيحصل عادة الافلام دي بتبقى افلام مهرجانات، او افلام ما بتحقق، حتى لو فيلم تجاري مش من الافلام اللي بتحقق ارباح عالية. فباسم سمرة عمل بطولات كتير، يعني هتلاقيه دايما اشتغل مع، بالذات مثلا مع مخرج زي يسري نصر الله، كان هو البطل في حاجات كتير. بس هتلاقيها كلها مم. حاجات بقى، فيلم زي فيلم المدينة، أفلام معينة كده باب بكاركترستيك الشمس. معين، لناس معينة حابة سينما، بس مش داخلة بقى لفيلم تجاري تتبسط وتعمل ده انا كنت يعني ده رأيي في بتفرج، الموضوع يعني. صح، اعتقد ان يعني ده سبب كبير منها يعني.
هو ممكن يكون الكلام ده عنصري او سطحي او بتاع، بس للاسف هو ده الواقع يعني. واقعي. انا من كام يوم كنت بتفرج في برنامج كده بيجي على اليوتيوب اسمه ليك لوك بتاع عمر متولي، اللي هو ابن اوكي. اللي يبقى خاله عادل امام ده، عارفه؟ طبعا. اللي هو ابوه كان ابن دايما وزير بيشتغل مع الداخليه. عادل امام بالظبط. ايوه، في فاسمه ايه، في رمضان مبروك. فكان بيقول لحد يعني ان احنا لازم نشكر احمد، هو اسمر يعني، فكان بيقول لحد احنا لازم نشكر احمد زكي، لان لولا احمد زكي احنا كسمر ما كناش مثلنا في السينما. هو كان قبل احمد زكي كان دايما البطل ليه شكل معين، واحمد زكي هو اللي غير الموضوع ده. يعني هو الفضل يرجع له، ان احنا كناس سمر بقى لينا ادوار. هو بيقول زمان كان كل ادوارنا بقى ناس بتتسحل، ناس بتتبهدل، ناس خدامين، ناس بتاع. فلولا احمد زكي احنا كنا فضلنا في هذا طبعا محصورين في هذه طبعا الادوار يعني. ف... طبعا. لا فهو يعني يعني انت الموضوع عشان تكسر الفكره بتاعت البطل يبقى جان، لازم تبقى يعني موهبه لولا احمد يحيى زكي. الفخراني اظن ما كنتش هتلاقي بطل تخين. مثلا النهارده مثلا صح. بتلاقي محمد ممدوح مثلا. مم. لا يعني في حاجات كتير قوي، معتقدات غلط المفروض بقى خلاص تبتدي تتغير بقى. ولازم يبقى فيه تنوع، لان يعني التمثيل او المسلسل او الفيلم اللي انت بتشوفه ده بيبقى جزء من الحياة الواقعية. فالحياة الواقعية فيها كل المناظر، فيها كل مم. الاشكال. ما ينفعش يبقى مثلا كل الابطال واصحابهم وكل الناس اللي في الفيلم شكلهم حلو. ده مش حقيقي بالظبط يعني. ده بالظبط، مش حقيقي الموضوع يعني. مش واقعي فعلا. طب الابطال التانيين دول بقى، في منهم جرب ان هو ايه بقى، انا شاف ان انا كفايه عليا بطل تاني كده، انا عايز اعمل بطل. وفي منهم راضي بحاله ومقتنع ان لا، انا لازم افضل بطل تاني، او لما تيجي فرصه بقى ابقى بطل اول بتاع. تعالى كده يعني نقول مين جرب يبقى بطل تاني وهل نجح ولا ما نجحش. سوري، مين جرب يبقى بطل وهل نجح ولا ما نجحش؟ عندك مثلا اترقى بقى من بطل تاني لبطل اول. اه يعني في ترقوا بمجهودهم، وفي ترقوا يعني استعجال وعافية وكانت النتيجة مش حلوة يعني. اه فانت تفتكر مين مثلا، مين اللي كانوا ابطال تانيين وبقى بطل عمل حاجات لوحده؟ بص هقول لك على حاجه، يعني في نماذج مختلفه. يعني عندك مثلا واحد زي احمد عيد، ده كان بطل تاني، بقى امم. بطل، عمل افلام كتير ونجحت، وبعد كده اختفى. يعني ما قدرش يصد ويحافظ على ادوار البطوله لفتره معينه، وخلاص امم. مؤخرا رجع تاني في رمضان. اظن ما كانش البطل، فالله اعلم ما كانش هيكمل ولا لا. البطل طبعا، كان بطل تاني اه. عندك مثلا ناس تانية زي محمد رجب، لو قعد 100 سنة قدام يعمل أدوار بطولة، لا خلاص أنت آخرك امم. كنت طالع في دور الشرير في أفلام معينة. أنت بتطلع امم. الفيلن دايما، واستعجلت إن أنت الجان والبطل وكده. وكان حلو قوي على فكرة يعني محمد رجب في آه الباشا تلميذ، محمد رجب في ملاكي اسكندرية، محمد رجب في حرامية في كي جي 2 يعني. ادوار كان دي بيطلع الشخص انا الشخص السمك كده البايخ ده انا بالنسبه لي افتكر له الادوار دي اكتر مليون مره من ادواره كبطوله، من ساعه ما بقى بيعمل المسلسلات بتاعته ديت. سالم أبو أخته باين وحاجات اه، حاجات والبشمهندس غريبة. حسن وايه كلاشينكوف. تاني، كلاشينكوف. بقى بيعمل يعني حاجات الحاجات دي اللي بحسها هو مادة خام للميمز أكتر يعني. هو شايف ان هو بطل، هو مقتنع هو طلع مره في انترفيو قال ان هم بيقولوا عليا الباتشينو العرب. يعني لك ان تتخيل هو شايف نفسه فين، فاهم؟ هو شايف نفسه كده، بس كابتشينو جماهيريا العرب. لا. لا، هو مش كده، احنا مش شايفينه كده، وهو امكانياته مش كده يعني. انا انصحه لو هو بيسمع يعني، ارجع اعمل بطل تاني. مش عيب ان انت تعمل بطولة وتفشل وترجع عادي. امسك في دور ناس واظهر عملت. وبان، يعني امسك ادوار. انا بقول لك، انا باسم سمرة فعلا من اكتر الممثلين المفضلين بالنسبه لي. فانا امم. ممكن فعلا ابقى من جمهورك لو انت واخد سكه البطل التاني، واخدها جايب اخرها بقى، وجايبها بحرفنه وبمعلمه يعني. صح بس صح هقول لك على حاجه، هو في ناس تانية بقى يعني مشوارها كان عارف ايه، ملعبك شويه، وانا بشوف ان ده ذكاء يعني. يعني انت كان عندك مثلا واحد زي ماجد الكدواني، اول لما ابتدى في موضوع البطل التاني، وفضل ماسك فيه شويه، امم. وبعدين تقريبا عمل فيلم في اوائل الالفينات كده اسمه جاي في السريع. امم. امم. الفيلم ما على نجحش فكرة خالص الفيلم ده جماهيريا. بيضحكني جدا، مع انه الفيلم ده فشل ذريع يعني. بس بس يعني ما خدش حقه. انا حاسه الفيلم كان كويس والله. انا ما بس شفتوش هو فشل بصراحه، يعني. بس هو فشل. ما نجحش. فما ده ما نجحش بقى ما خالص. يعني ايه، ده ما كانش عنيد يعني، ده ما استمرش وقال لك لا خلاص هعمل الفيلم التاني والتالت والرابع، امم. ويقعد ينزل بقى في المستوى وكده. لا،
على طول مم. رجع تاني في مكانه في دور البطل التاني، لحد ما ابتدى بقى يطلع في افلام بطولات مجمعه كتير. اي بقى الافلام مم. اللي هي مثلا تلاقي فيه معاه فيها مثلا احمد فيشاوي، ومعاه فيها مثلا حاجه زي هيبتا مثلا. مثلا الافلام دي بيعملها مم. كتير قوي، مم. وبيبقى دوره مهم ومحوري فيها. مم. يعني يمكن يبقى اعلى من البطل التاني بسنة، ما اقدر اسميه حد من الابطال. مم. لحد ما عمل موضوع عائلي، اللي هو تقدر تقول ان هي بطولة بيور ليه، بطولته وكان بقى، فيلم بطولته وفيلم طلق صناعي. الحاجات دي اه نوعا ما نجحت، بس برضه هو مش قافش في حتة لا انا هبقى بطل وتيجي يا ما تجيش يعني. فانا مثلا صح بحيي الموديل ده جدا. الموديل ده صح. بيعجبني. خالد الصاوي برضه مش قادر احدد يعني. خالد الصاوي عمل كمية مسلسلات كتير جدا بطولته، ما شفتش بصراحة ولا حاجة منها، لان انا مم. مصنفه هو في مخي وفي ذهني انت بطل تاني عظيم. مم. ممكن اتفرج لك على حاجة مخصوص عشان انت فيها، بس مش حاسس ان انا هبقى اتراكتد قوي ان انا اتفرج على حاجة انت البطل بتاعها يعني. صح، انا اتفق معاك 100%. الفرق بس ما بينهم ان خالد الصاوي لما عمل بطولات لوحده ما كانتش حلوه قوي، لكن لما ماجد الكدواني عمل موضوع عائلي لا كان تحفه يعني، وكسر الدنيا ونجح جدا. والحلو فيهم هما الاتنين بقى ان زي ما انت بتقول، مش معنى ان انا عملت بطل، في ناس كتير بتشوف ان دي يعني خطوه لورا او اهانه، ان انا ما دام عملت بطل خلاص انا ما ينفعش ارجع تاني ابقى بطل تاني، فاهم؟ في ناس بتشوف انا ما دام بقيت بطل مم. لازم بقى خلاص اكنك اترقيت وبقيت مدير، ما ينفعش تروح بقى شركه تانية ما تبقاش مدير، تبقى واحد عادي في التيم، ما ينفعش. فلكن هم لا، هم والله مش عادي شرط. انت يعني. انت ممكن تبقى نجم في حتتك زي ما ما هو قلنا محمد ده اللي هم سلام. مش فاهمينه انت يعني ماجد كنت في الحلقة الكدواني. بتاعت رمضان م- بتتكلم ان الجزء الاخير من الكبير سبب من اسباب فشله ان محمد سلام ما طلعش فيه كتير. في حلقات في الاول بتاع صح 7-8 حلقات ما فيهاش محمد صح سلام، صح فالكبير فشل. انت بتتكلم حاجة صح. من تراديشنز رمضان بايعة نفسها ليها جمهورها، بسبب غياب عنصر اساسي زي محمد سلام فشلت. م- في حين ان اللي استعجل زي محمد رجب لا بالظبط. مش هفتكر لك ولا دور من اللي ومش عملتهم، بس هفتكر لك ادوارك اللي كنت فيها بطل تاني يعني. م. ومن الستات بقى، انت قلت في اول حلقه حنان مطاوع، يعني حنان مطاوع في رمضان ده كانت عامله مسلسل بتاعها مثلا. اسمه وعود سخيه، وفي نفس الوقت كانت طالعه في سر بيتها. مم. وكانت هي يعني من احسن ادوارها، او كانت من احسن الناس في مسلسل سر باتا، هي والسعدني. والنوس اه وهذا المساء وحاجات طبعا. كتير قوي يعني دي بتعملها واحده من بدور. الناس اللي بتعمل دورها، يعني بتعمل بطوله وبعديها بسنه تعمل دور تاني، بعديها بسنه تعمل بطوله، بعديها تعمل دور تاني، عادي جدا بتنقل ما بين ده وده من غير اي عقد نفسيه، ما دام الدور حلو ودور فيه اضافه، فواي نوت يعني، فاهم؟ بالظبط بقى. هل الظاهرة دي كانت ظاهرة موجودة زمان وبطلت ولا لا لسه؟ يعني هل في امل نطلع بقى ابطال تانيين جداد، ولا هو نفس الطقم بقى اللي احنا متعودين عليه وحافظوه كده؟ يعني بيطلع آه، وجوه جديدة، بس انا بتكلم على مم. فكرة بطل ان هو واخد مساحة دور كبيرة، ان هو الناس واثقين فيه ومدين له لا وقته، اعتقد ممكن الناس بقى قدام يبقى ابتدت، بطل. يعني اعتقد الناس ابتدت تزهق من اللي موجود، او يعني هو تحس ان موضوع البطل التاني او الوجوه اللي بتطلع تعمل بطل تاني دي بتطلع كده على مجموعات او ويفز كده. يعني لو مم. تفتكر زمان في 2009 تقريبا كان في مسرحية اسمها قهوة سادة. قهوة اه سادة دي طبعا. طلعت ناس كتيرة قوي، يعني ناس يا نهار كتيرة اسود، جدا. دي طلعت فطاحل يا راجل. يعني طلعت فراج من الاسامي اللي كانوا موجودين في المسرحية، يعني محمد فراج، كفايه محمد محمد سلام. فراج لوحده. ده انا بحبه وانت بتحبه جدا، عقبال ما يجي لنا كده في حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد فراج، محمد سلام، محمد ثروت، محمد علي رزق، اي محمد طلع في قهوه ساده. هشام اسماعيل اللي هو فزاع، حمزه العيلي، حسام داغر اللي هو بيرقص دايما، ده اللي هو في بنك الحظ كان مديره في البنك اللي رفضه، ده ليه وامير صوت، صلاح. صوته فيه زنه كده. هو صوته مسرسع كده زي اه الاطفال شويه. فكل دول طلعوا من مسرحيه واحده، تخيل، اخراج خالد جلال تقريبا. فكل دول مظبوط. طلعوا صح. هو ما شاء الله يعني، هو ملك لا المسرح لا، وبيطلع مواهب وبتاع، فكل دول هي طلعوا من المسرحيه حاجه دي انا واحده. فاكر،
انا فاكر وقت ما كانت بتتعرض يعني، حتى انا يعني مش عارف ليه ما حضرتهاش والله، بس حد قال لي عليها وكنا عايز اروحها جدا، ما لقيتش تقريبا حد يجي معايا. بس مم. سبحان الله دلوقتي إن في منهم اللي ابطال وبيتعمل لهم افلام ومسلسلات باسم، في منهم اللي بطل طبعا. تاني، لا كلهم نجوم دلوقتي يعني. واللي كده ف برضو مسرح مصر، يعني مسرح مصر بقى بالظبط في الكوميدي بالظبط. بقى دي طلعت بقى. خد عندك يعني ماليش فيه قوي، بس علي ربيع، مم. محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر. ف مم. يعني حمدي برضو اشرف عبد المرغني، الباقي. محمد انور. اه يعني اشرف عبد الباقي طلع لنا كنز وموهبة من الناس الكوميديانات يعني سواء كنز او موهبه بقى دي ممكن حاجه نختلف عليها، بس هو طلع ناس حاليا بقوا وشوش بيشتغلوا، جديدة. بقوا متواجدين، انت وبقوا بعد في اي انت حاجه بعد كوميدي جيل يعني. هنيدي، بعد جيل وميكي وكده، في فراغ كده، عارف، فراغ دستوري كده، مفيش مم. حد جديد. فالناس دي كون ان هي بتحاول، هيطلع حاجة كويسة، هيطلع بطل تاني كويس من فيلم مثلا لمحمد عبد الرحمن ولا لمصطفى خاطر ولا حاجة زي كده، هيطلع بطل كوميدي جديد. مم. مم. التنوع والكترة ساعات بتوصل لحاجة كويسة يعني، هو طبعا انت اكيد دلوقتي اي فيلم او مسلسل كوميدي هتلاقي فيهم واحد من دول، ده اكيد خلاص بقوا تريد مارك يعني. ما يا من وبرضو مسرح مصر يا من الكبير. اه بالظبط، لسه هقول لك، وما تنساش برضو الكبير. فهو الناس اللي طلعوا على دفعات الكبير، طلع بيومي فؤاد زي ما قلنا في الاول اللي هو الدكتور ربيع، طلع هدرس، طلع فزاع، طلع محمد شاهين كان توماس في الاول خالص، في الاجزاء اللي في الاولى، اول جزء او اتنين. كان طلع بادي مين تاني؟ كوميدي ودلوقتي انحرف دلوقتي ما تماما شاء الله يعني. كبر اهو، اتجوز وبعد 7 سنين اتخانق مع مراته وبتاع. طلع احمد فتحي كان بعزق لو تفتكر. احمد فتحي اه، يعني حاليا برضو الحاجات الكوميدي لا تخلى من احمد فتحي او محمد ثروت، تقريبا لازم واحد منهم يبقى موجود. واقول لك بقى على طلع مين اكتشاف تاني؟ اقول لك بقى مم. على اكتشاف. مره كنت بتفرج كده على الحلقات القديمه بتاع كبير، اكتشفت بقى ان هو مم. مطلع مين. مطلع حسن مم. شاكوش. حسن شاكوش طلع في حلقه من الحلقات القديمه، واللي ياه. هو ايوه والله ايوه صح. صح، كانت الموضوع الحلقه ده بتاعت شفته على تايتانيك النت دي. مره كده. ايوه ايوه صح صح، اللي هو كان طالع اللي هو اشكرك. هو طالع. ايوه. كان ايوه طالع اللي هو صح. المفروض اللي هي لقطه مبتذله وحد بيغني غنى كده، وسبحان الله بقى ترندنج ايوه وبقى ايوه نمبر 1 دلوقتي. الكبير ما شاء الله فعلا. احمد مكي اكتشف ناس كتيره قوي، وليلى عز العرب اللي هي الست اللي صوتها بتتكلم كده دي، بتتكلم بطريقه غريبه دي. رحمه احمد حاليا الناس كلها قلبت عليها. فكل دول يعني نرجع بقى لسؤالك الاساسي، هل الموضوع ده مستمر؟ فزي ما بقول لك الموضوع بيجي على دفعات كده. وحاليا حاليا في شله جديده في او في حركه جيل جديد، في في حركه كده جديده. شله جديده هي اللي ماسكه الادوار التانية حاليا في المسلسلات. يعني بص عندك انا مثلا طه دسوقي. كويس بقى ان انت دخلت لي في السكه. انا كنت لسه هقول لك ان في حركه عاملاها شاهد وواتش، يعني دي تخصص لها حلقه بقى كامله. دي بس حلقه الحركه تانية دي. دي بس الحركه دي عماله بقى بتطلع لنا مم. كميه حاجات، ومخرجين ومؤلفين وابطال ومعرفش ايه. برضه زي ما هي مطلعه لنا حاجات كتير، هي مطلعه لنا بقى ابطال تانيين كتير. عندك مم. طه دسوقي انت لسه قايل اسمه يعني. اخر اشهر حاجه عملها الصفاره، وقبلها موضوع عائلي، وهو عمل حاجات تانية مم. قبلها، بس دول اكتر حاجتين فرقعوا وضربوا يعني. وعصام عمر، مم. واتشت، طالع من مم. بالطو، تعبلته. وطالع في تغيير جو وكده. فانا شايف انت كنت كتبت بوست عليهم على الفيسبوك دول، ان انت شايف، مم. حاسس ان الاتنين دول الخلفاء بتوع محمد سعد واحمد حلمي، يعني انت انا كان متنبي نفسي لهم ان كان نفسي ان هما الاتنين دول يعملوا الجزء التاني بتاع 55 اسعاف. يعني هو في اخر الفيلم كده زمان خالص كتبوا انتظرونا في 66 مطافي، ولسه ما اتعملش لحد دلوقتي. فكان نفسي بقى يتعمل بالاتنين دول يعني. حاسسها كانت هتبقى في كيمستري حلوه ما بينهم، حاسس ان يطلع منهم كوميديا يعني. لا يعني ان انت تبقى بطل تاني في عشريناته دي بقالنا فتره ما شفنا. وعندك في البنات عندك مثلا آية سماحه، مم. وعندك مثلا كستات سماء ابراهيم. الناس دي طلعت على كبر، مم. ممكن يكونوا وفي بنت بيمثلوا من اسمها زمان في يعني. بنت اسمها جيهان شماشيرجي برضو. كانت في مسلسل كامل العدد، وكانت في مسلسل يوميات زوج ولا مذكرات زوج. وكانت في كذا مسلسل تاني يعني. برضو يعني ليها مستقبل يعني، هي وآية سماحة طالعين بقوة حاليا.
بالظبط. وفي ناس منهم على فكره بينحتوا في الصخره بقالهم كتير، بس يعني ايه سماحه دي مثلا كانت في جراند اوتيل، يعني فاهم انت صح متخيل بتمثل صح. من امتى، بس لسه ما حدش كان واخد باله منها قوي. ابتدت بقى تبان وتظهر وتاخد دور كبير، وتبقى صاحبة البطلة او صاحب البطل، او الناس دي ابتدت تاخد يعني ودي رساله يا جماعه، ان ما تفقدوش الامل يا جماعه. ان شاء اه الله ان شاء الله ان شاء الله هتوصل. لا يعني آه، انا متفائل بالناس دي ان احنا اخيرا هي عامة، بس هي تبتدي بس واحد بس فيهم ينجح يعمل فيلم او مسلسل ينجح، مم. بتلاقي بقى المنتجين يتشجعوا، طب انا هنتج لواحد تاني، طب انا هطلع واحد جديد، طب كذا طب كذا طب كذا. وده نفس اللي حصل مع الفرق وقت فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. هنيدي سنين السنين هو علاء صح. ولي الدين بطل تاني واصحاب البطل، وفجأة هم اخدوا بقى جيل كامل كده شدوه من ايديه ويلا بينا ننطلق. يلا كان معاهم بقى منى زكي، احمد السقا، طارق لطفي، احمد فتحي حلمي، عبد الوهاب. ناس، كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هاني رمزي، غادة عادل. يعني بص اه صح صح. حدث ولا ده كان حرج. مكتوب، كان مكتوب في التتر ولأول مرة غادة عادل. انا فاكر الفنانة غادة، في عبود على غادة الحدود. غادة كمان مش غادة عادل، غادة بس. كان مكتوب غادة ها. اه وبعدين يعني السنة دي بما اننا بنتكلم عن البطل التاني، السنة دي في رمضان في اشهر مسلسل اتشاف اللي هو جعفر العمدة، اكتر حد اتشهر اكتر يمكن من محمد رمضان نفسه هو سعيد العمدة اللي اسمه احمد فهيم. وللي ما يعرفش ده على فكرة يبقى خاله خالد صالح. لا انا فاحمد انا انا ما شفتش جعفر العمدة، بس يعني سمعت وشفت والبوستات احمد بتاعته فهيم كانت ده السنه دي مكسرة. كسر الدنيا يعني، كسر الدنيا. عندك خالد كمال اللي هو كان صاحب محمد ممدوح في رشيد، وكان في نفس الوقت واحد من الثلاثه بحريه في تحت الوصايه، وكان في ابو العروسه، وكان في الصاغ شريف في جراند اوتيل. فخالد كمال ده برضو بقاله كتير بيحاول ويا دوب اهو مجتهد ابتدى قوي الحمد لله. وبيحاول اه. وبيمثل حلو، وبتلاقيه مثلا كوميدي في الوصية، وبتلاقيه تراجيدي فاكر في ضحكات، الوصيه يطلع ندل صح ويطلع طيب ويطلع حبيب. لا يا الناس صح صح. اللي هيبقى ليها وعندك رشدي مستقبل يعني. الشامي. رشدي الشامي عمل دور عم ربيع، ده كان رهيب اه رهيب، كان حلو جدا. وكان في نفس الوقت عامل ضيف شرف في مسلسل الصندوق، طلع حلقتين، شخصية تانية تماما تماما وتقطع القلب. وقبليها بشهر كان عامل أزمة منتصف العمر، كان عامل عزت، كان راجل شرير وقوي وحازم، ويعني أدوار ملهاش علاقة ببعض خالص. وكان طالع في واحة الغروب من سنتين ثلاثة، يعني برضه ممثل هايل. ولو شفت في اللي احنا قلناهم، قلنا اولاد، قلنا بنات، قلنا ناس عندها 20 سنه، قلنا واحد زي رشدي الشامي، قلنا الست زي اسماء ابراهيم، يعني سماء ابراهيم قصدي، قلنا كل الأعمار، الاعمار وكل البروفايلز، فالتنوع دوت الأحجام، حلو. التخين والرفيع اه والأسمر صح والأطفال على صح. فكرة. والأطفال في منهم كمان تقدر تقول الاطفال يعني دول ممكن اختراع يبقوا بقى أطفال يعني. تانيين يعني. الاطفال دول لوحدهم عايزين حلقه لوحدهم، بالذات في رمضان اللي فات الاطفال تفوقوا على نفسهم يعني. فلا الحمد لله مصر ولاده زي ما بيقولوا، وعندنا ناس كتيره جايه الله، الله يا زيزو. في... احنا عايزين بقى هنا في الحته مصر دي نشغل معطاءة. نشغل ما شربتش من نيلة في الحته دي في الباك جراوند كده. فبس يعني فالخلاصه ان مش اي حد ينفع يبقى بطل، مش معنى ان انت ناجح كبطل تاني ان انت تبقى بطل، ومش عيب انك تفضل بطل تاني على طول. واحد زي محمد سلام ما جربش البطوله وهو ناجح، يعني هو ناجح وهو شاطر ان هو صابر وما جربش، ما فيش استعجال، وهو شايف ان انا ناجح في الحته دي مكمل فيها، مش يعني بالعكس مش يعني بايدي. انا لو هنصح حد، يعني لو في حد من الناس الممثلين سواء بقى حد مبتدئ او حاجه زي كده بيسمعنا، انا هنصح ان لا، اختار الدور، نقي الدور اللي يبين فعلا حته جديده او حاجه جديده او كده. انا مثلا مؤخرا محمد فراج انا بشوفه ممثلي المفضل، يعني بشوفه من اكتر الناس اللي موهوبه. انا بتكلم ان حد زي ده بينقي ادوار مثيره للجدل بيعملها، هي دي اللي وصلته ان هو يتشاف، ان هو يعمل كده. ما تفرحش بدور كبير مفيش فيه قيمة فنية او حاجة، ودور على الدور فعلا اللي هيبروزك وهيشهرك، والبطولة هتيجي في وقتها يعني ما بتجيش بالظبط بالزق يعني، بالظبط ما بتجيش بالظبط. بالزق. وزي ما قلنا في افلام او مسلسلات كتيره قوي، البطل التاني غطى على البطل. يعني حتى لو انت بطل تاني، انت ممكن تجتهد يعني تجتهد بقى في الدور وتتقنه وبتاع،
والناس تخرج من الفيلم فاكراك اكتر من البطل، فدي نجاح يعني، هو ده النجاح انا شايف يعني. بس طيب عندك انا حاجة تانية حاسس ان تقولها؟ احنا، لا لسه كنت اقول لك انا حاسس ان احنا طولنا على الناس شويه، فاعتقد ان احنا كده اتكلمنا في كل حاجه يعني. يعني اتمنى ان الحلقه تكون عجبت الناس، لان بقول لك احنا بنحضر لها وعايزين نتكلم فيها من زمان، من سيزون 1، وعمالين نقول لا طب والله. سيبها، طب خليها، طب كده، بس جت في اه وقتها، واعتقد يعني قلنا كلام لذيذ فيها يعني. تمام، انا ما عنديش حاجة اضيفها، شكرا جدا. ماشي يا جماعه، مستنيينكم ماشي، الاسبوع الجاي ان شكرا شاء يا الله جماعة. في هارية جديده. سلام يا عبد، وسلام يا جماعة، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس. هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.